كتير سألنا نفسنا، هو إيه المد والجزر ده؟ وإزاي بيحصل أصلا؟ وإيه علاقته بالقمر؟ ده اللي إحنا هنعرفه في الحلقة دي. جاهزين؟ يلا بينا. في مقولة شهيرة قالها شخص فرنسي بتقول إن دراسة المد والجزر هي مقبرة فضول الإنسان. بس خلينا الأول أفهمكم المد والجزر ده بطريقة عامية، بعدين نتكلم عنه بطريقة علمية علشان نبقى فاهمين الفيديو بيتكلم إزاي. المد والجزر عموما عبارة عن تحرك الموجات ورجوعها مرة أخرى. بمعنى إيه؟ يعني أنت كده لما بتقف على الرملة، بلاش يا سيدي بتقف على الرملة، لما بنشوف في التلفزيون وهم بيصوروا الشاطئ، مش بنلاحظ إن المية بتطلع على الرملة وبعد فترة بترجع تاني كأن في حاجة خدتها؟ هتقول لي آه، أقول لك هو ده المد والجزر، بس ده بطريقة عامية. خلينا بقى نتكلم بالطريقة العلمية. المد والجزر هو إيه بالظبط؟ المد هو الحالة اللي بيرتفع فيها منسوب المية، أما الجذر هو عودة مستوى المية بشكل تدريجي لمستواه الأول. وكل ده بيتأثر بعوامل طبعا زي الشمس والقمر، بس الأغلبية بيبقى التحكم للقمر نفسه، وده بيبقى إن الشمس بتبعد عن الأرض أكتر من القمر، والقمر أقرب منها، فبيديه إمكانية التحكم في المد والجزر أكتر. وبرضه دوران الأرض حول نفسها يوميا بيبقى ليه تأثير كبير في الموضوع ده. وبيكون أقصى حد للظاهرة دي لما بتكون الشمس والقمر على خط واحد، بتأثر فيها بتأثير كبير، والظاهرة دي بتحدث مرتين كل يوم. بس خلينا نسأل نفسنا سؤال، هو إيه اللي إحنا بنستفاده لما بتحصل؟ أحب أقولك إن ليها فوائد كتير. أولا بتساعد الصيادين إن هم يصطادوا، لأن في حركة المد والجزر بيتجمع هناك السمك الصغير، وبالتالي بيجوا وراه السمك الكبير، فبيساعدهم إنهم يختاروا المكان اللي هيصطادوا فيه. ومش بس كده، ده كمان بيساعد السفن في الإبحار، اللي من خلالها بيخليهم يوصلوا للشط بسرعة، علشان خاطر كده بيختاروا الوقت اللي فيه مد وجزر وبيتحركوا فيه أكتر. من أهم المميزات بتاعته إنه بيعمل تنقية لمياه البحار والمحيطات من الشوائب الموجودة فيها، وبيساعد برضه في توزيع الغذاء على الكائنات الحية. وبكده هتكون حلقتنا خلصت. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسوش تدعمونا باشتراككم في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.